على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. تزامنا مع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود البحرية لمدينة سبتة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40,000 شخص حاولوا العبور بطريقة غير نظامية نحو سبتة، فيما حاول حوالي 1135 شخصا العبور في اتجاه مليليا خلال الأحداث الأخيرة. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الحصيلة المؤقتة سجلت حالة وفاة عرضية واحدة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة من الغرق، مؤكدا أن السلطات المغربية تواصل عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمي مع إسبانيا التحقق مما تم تداوله بشأن تسجيل الحالات وفاة أخرى بمدينة سبتة. وفي المقابل شرعت السلطات الإسبانية في تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر وبارتفاع يتراوح بين 30 و 70 سنتيمتر على حدود البرية لمدينة سبتة، في خطوة تهدف إلى حد من محاولات الهجرة غير نظامية. وبحسب صحيفة البايس الإسبانية، يأتي هذا الإجراء تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بضرورة وجود عنصر مادي يحدد حدود البحرية، بما يتيح للسلطات الإسبانية تطبيق إجراءات الإجراء الفوري في الحالات التي يسمح بها القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.